عن من صار هذا الشيء، وقبل ما يصعد النبي نوح للسفينة، النبي نوح قال الابن اللي اسمه كنعان، هذا الكافر اللي كان يضحك عليه دائما وما يؤمن بيه، قال له تعال اركب ويانا ولا تصير مثل بقية العالم. فابنه عاند، قال له راح اروح اصعد فوق الجبل حتى يحميني من هذا الفيضان. فكان يعتقد انه حتى هاي السفينة مال النبي نوح راح تغرق. شباب، شكل السفينة مال النبي نوح تختلف كلش عن شكل السفن اللي احنا نعرفها، يعني كان حتى بيها سقف من فوق، فلو تشوفها تقول هاي مستحيل ما راح تغرق بالمي. فكانوا كل الناس ينهزمون ويعتقدون انه هي راح تغرق. فابن النبي نوح كان معتقد انه حتى السفينة هاي ما راح تحميه، فقرر يصعد بالجبل. فالمي بدا يتصاعد وبدت الارض تفيض، فصعد حتى فوق الجبال والسفينة بدت تطوف. فهنا مات ابن النبي نوح غرقان. على فكرة المي اللي صار على الكرة الأرضية مو مي عادي، مي بأمواج كلش قوية، يعني تحس المي يضربك من جميع الجهات. فهنا غرقت الأصنام وغرقوا وياها كل العالم، وطافت سفينة نوح.